السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التصوير بالمصري. معكم محمد فتحي، حلقة جديدة عن منتج جديد، منتج تحفة هنتكلم عنه النهاردة من شركة جيمبي اللي أنا الحمد لله السفير بتاعهم في مصر. المنتج اللي معانا النهاردة هو أنت بتشوف تأثيره عند ناس كتير في صور فوتوغرافية وفي فيديوهات، بس أنت ما بتتخيلش ده إيه أصلا أو إيه اللي بيعمل الكلام ده. الشكل حلو، الباك جراوند جميلة، بس هو إيه ده؟ إيه الشيء ده؟ وبتحاول تبتكر وتخترع وتعمل له حاجات عشان تعمل بالاضاءه زيه. بس اللي انت ما تعرفوش بقى ان في حاجه بتعمل اللي هنتكلم عنه دلوقتي. ده معانا النهارده حاجه اسمها اوبتيكال سنوت من شركه جيمبي. نفتح كده الشنطه بسم الله. مش محتاج اتكلم، اول حاجه انتوا عارفين بحب اعلق عليها في كل منتج بعمل له ريفيو هو التغليف. شنطه سيفتي مقاومه لحاجات كتير قوي، مش سيفتي سفنج بس، لا، تحس ان في زي حاجه معدنيه او حاجه صلبه في الجناب وفي الغطاء بتاع الشنطه لحمايه المنتج اللي جوه. نفتح الشنطه كده بسم الله. نبدا بالصغير الاول. طبعا الشنطه فيها سوستتين لو حابب تحط حاجات. الكيس ده مع المنتج. طلع المنتج بقى كده بسم الله. نفسك تعرف اول انت شكل المنتج، انا عارف. طبعا السيفتي اولا، هم حاطين زي فل كده عشان حماية المنتج ما يتخبطش وهو جاي لك. ننزل الشنطة الأول عشان نعرف إيه نتكلم على رواق. جيمبي تبدع. بسم الله. مش الكيس كده. معانا الأوبتيكال سنوت الجيمبي EF-ZF3 اوبتيكال سنوت من شركة جيمبي. ايه يا احمد بقى الاوبتيكال سنوت ده بيعمل ايه؟ مواصفاته ايه؟ بنستخدمه ازاي؟ هقول لك كل حاجة دلوقتي احنا بنتكلم سوا. نفتح بس الاول الشنطة دي او الكيس ده نشوف ايه المحتويات اللي جاية معاه. بيجي معايا يا سيدي القطعة دي، اقول لك بتعمل ايه دلوقتي. وبيجي معايا يا سيدي القطعة دي، هقول لك بنعمل بيها ايه دلوقتي. وبيجي معاه كلر جل، الوان 4 الوان، الاصفر ازرق احمر اخضر. هقول لك ليه، اكيد انت فهمت ليه برضو، بس انا هقول لك ليه دلوقتي. بيجي معاه 4 الوان كده زي ما انت شايف، ما تكون شايف كويس. وبيجي معاه باشا بقى حوالي، يعني بنتكلم مثلا في 12 او 16 شكل متقسمين على مجاميع. كل كيس من دول فيه حوالي 4 اشكال او 4 قطع. وده كيس انا فتحته عشان اوريكم شكل القطع اللي جوه ايه. حاجات زي كده قطع معدنيه عباره عن شيب او شكل، يعني اتمنى تكون شايف كويس. بص كده اشكال مختلفه بقى. هقول لك الاشكال دي ليه دلوقتي. برضه عندنا مثلا حاجه لو هتصور حاجه في مناسبه فيها شويه حب ولا حاجه. قلوب، عندنا النجوم، وعندنا الشيب كانك فاتح زي شراعة شباك مثلا كده. طيب المنتج بقى اول حاجه حوالي 2 كيلو ده الوزن بتاعه. وبيجي هنا في بكره ممكن نفكها وبنحرك الجزء ده. طب ليه بنحركه او في ايه جوه؟ بص يا سيدي، ده بيركب على الاكسسوار، ده بيركب على الهيد لايت او ممكن فلاش، بس هنثبت السنوت نفسه على الستاند عشان وزنه تقيل شويه. ده بيركب يعمل معانا اشكال نستعملها في التصوير الفوتوغرافي وفي تصوير الفيديو. زي ما انت شفت قبل كده عند ناس كتير ان بيبقى في الخلفيه ساعات كده شكل شباك او زي شمس داخله من شباك، شكل زي شجر، حاجات زي كده. معظمها بيكون معمول بالاوبتيكال سنوت. طيب السنوت ده في منه في شركه جيمبي مقاسين او نوعين. في جوه السنوت ده عدسه. العدسه دي بتساعدنا ان احنا نوجه الاضاءه بشكل معين على الحيطه. اللي معايا ده ال 40 درجه لينس، كده كده 40 درجه جنبها كلمه لينس. في ال 20 درجه وده بيكون مقاس اصغر شويه على الحيطه، يعني لما بتوجه السنوت على الحيطه ده مقاسه بيكون اكبر عشان ده 40، ال 20 بيكون اصغر شويه. ومعانا هنا كمان في زي شرايح كده دي ثابته في السنوت نفسه، بقدر اطلعها وادخلها. طب دي ليه يا احمد؟ دي عشان لو عايز اعمل كت للاضاءه بشكل معين. الستاندرد بتاع السنوت لو مش مركب اي شكل من الاشكال دي انه بيعمل لي دايره على الحيطه، تمام؟ طب انا عايز نص دايره، هقدر ان انا بكل صوره اقوم عامل كده مثلا، قافل النور على من قدام العدسه شويه كده فيعمل لي زي كت للاضاءه. طبعا زي ما ظهر لكم دلوقتي وانا بتكلم ازاي بنعمل الكلام ده. طيب الالوان دي ليه يا احمد؟ الالوان دي عشان تركب في القطعه دي لو حابب تعمل زي شكل على الحيطه بس يكون ملون، وبتفك من هنا زي صاموله كده
وبتحط اللون هنا وتدخل اللون بالشكل ده وتقفل عليه تاني بالصامولة والهاندل دي. طيب بنركب اشكال ازاي يا عم احمد؟ بنجيب القطعة دي وبنجيب الشكل اللي احنا عايزين نركبه وبنركبه كده بكل سهولة وبنحطه في المكان المخصص ليه في السنود كده اهو. ركب الشكل. طبعا هتبص على الحيطه الشكل معدول الشكل مقلوب، القصه كلها ان انت هتقوم مطلع القطعه دي تاني، ولو الشكل مقلوب هتقوم انت لافف القطعه شويه كده معدول مايل، كله في ايدك انت من خلال القطعه دي. طبعا يا احمد ده استعماله لمين وليه وكده؟ زي ما قلنا ده استعماله الاساسي بيكون في الباك جراوند، في الخلفيه بيعمل اشكال، يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي كده مثلا انا منور باك لايت الاحمر اللي ورايا ده، فهو مجرد نور احمر موجه على الحيطه بشكل عشوائي بس عشان ينور الخلفيه معايا. ممكن استعمل ده في ان انا اركبه على مصدر اضاءه واحط فيه منظر زي شباك مثلا وينور من خلاله، يعمل شكل على الحيطه فيخلي الخلفيه شكلها احلى. وبيستعمل برضو كمان في التصوير السينمائي، انت ممكن تكون عايز تعمل مشهد في مكان ما فيهوش شباك بس عايز تعمل شكل شباك على الحيطه، فانت هتعمل ايه؟ هتكسر وتعمل شباك؟ لا، بتركب شكل الشباك ده وبتوجهه على الحيطه بطريقه معينه باضاءه معينه اللون اللي انت عايزه، بتدي ايحاء للمشاهد ان انت بتصور من ورا شباك او الاضاءه جايه من ورا شباك. موجه لمين او الاكتر؟ زي ما قلت لك تصوير الفيديوهات مثلا بنسبه 85%، وتصوير الفوتوغرافي بنسبة 15%، وبيستعمل كتير في تصوير الفوتوغرافي في حتة تصوير البورتريه جوه الاستوديو، وشوية في تصوير المنتجات برضو. عايز تعمل شيب، عايز تعمل هارش لايت بشكل معين، عايز تعمل خلفية مش سادة، بيكون من خلال الأشكال دي كلها. وانت ما بتشتريلوش حاجه، هو بيجي لك بكل الكلام ده، انت ما بتشتريلوش اي اكسسوارات تانية ان هو اصلا اكسسوار. اتمنى اكون غطيت كل جوانب السنود بتاع شركه جيمبي اللي اسمه، عشان حبيت تبحث عنه، جيمبي EF-ZF3. وزي ما قلت لك في منه مقاسين، فلو حبيت تشتري ركز انت عايز انهي مقاس، لان المقاس التاني اصغر من ده شويه فيبقى من دايره اصغر شويه على الحيطه. لو حبيت تشتري المنتج لينك الشراء في الديسكربشن تحت الفيديو. بس كده، والسلام عليكم.